السلام عليكم ورحمة الله. بفضل الله عز وجل هنبدأ في أبجديات أونلاين دورة جديدة في موضوع عمرنا ما فتحناه قبل كده، وهو موضوع ريادة الأعمال. وهي طبعا فيها تفاصيل كتير جدا، زي مثلا كسب الحلال والحث الشريعة على كسب الحلال، تحقيق التوازن بين الشغل والدين والأخلاق، أركان المعاملات الصحيحة في الإسلام، مسألة إن المعاملات اللي نهت عنها الشريعة لازم تعرف هي إيه وهي إيه أصلا وتلتزم بهذا الأمر، الإحسان في التجارة وفي الوظيفة، إخلاص النوايا، الحلال والحرام والشبهات ودرجات الشبهات، وازاي تتعامل مع الشبهات، وازاي تتوب من شغلك لو كان عندك شغل في وقت من الاوقات حرام. طب لو كسبت منه فلوس ازاي ان انت تتعامل مع الفلوس دي؟ طب تطهر مالك لو الفلوس كلها دخلت في بعض، تطهر مالك ازاي؟ امور كتير جدا لها علاقة بسلوكيات الموضوع ذات نفسه. فلو كنت انت من رواد الاعمال، او انت ناوي ان انت تدخل في المجال ده عامة، او حتى عايز تتعلم هذا الامر من الأمور الدين، أرجو أن أنت تكون موجود معانا في المدرسة التربوية، في مدرسة الحياة، في قسم مفاتيح ريادة الأعمال.